اياد مات، الطفل اياد مات بعد انتهاء اليوم الدراسي. بعد انتهاء اليوم الدراسي واياد مروح كان بيهزر هو وصاحبه، ولكن الهزار قلب بمصيبه وكارثه. السواق وهو لسه بيتحرك وهو بيرجع لورا، صاحب اياد بيزقه غصب عنه، اياد وقع في الارض. السواق بيرجع وما خدش باله ومش شايف اياد اللي وقع في الارض، عدى على اياد واياد مات في الحال. وطبعا خدوه ودوه المستشفى، ولكن لان اصاباته كبيره للاسف ما حدش لحقه. طبعا المدرسين وكل الناس اللي موجودين في المدرسه ما حدش سابه، وكلهم خافوا وقلقوا عليه، وطبعا كله جري وراه علشان ينقذه، ولكن القدر كان اسرع من اي حد. وطبعا السواق الغلبان الله اعلم دلوقتي هو ايه موقفه. طبعا هو بيرجع وما كانش قصده ولا كان نيته ان هو يموت الطفل الغلبان. وطبعا برضو انا عايز اوصل رساله لكل مدير مدرسه ولكل مدير او صاحب شركه اتوبيسات والكلام دوت، بالله عليك، وكل سواق الكلام ده برضو، وانت بترجع خلي حد واقف دليل ليك. جايز تكون قطه مش بني ادم، قطه تحت العجل تدهسها وتموتها، فخلي دليل ورا الاتوبيس من ورا وقدام كمان، خصوصا الاتوبيس طويل، جايز تكون قطه مرميه تحت العجل وتموتها. الله يرحم الطفل ويصبر اهله، وطبعا ده قضاء وقدر، وان شاء الله باذن الله ينجي السواق لو الشرطه المصريه لقت ان هو مش عليه حاجه. وطبعا الاطفال كلها بتقول ان الولد كان بيهزر مع واحد تاني، وكان الهزار قلب ان الولد زقه وقع على الارض. فيا ريت كلنا ندعي لاياد وربنا يصبر اهله ويرحمه، وكلكم تعليقات في الفيديو وربنا يصبر اهله. شيرت للصفحه وشيرت للفيديو بتاع الصفحه، والسلام عليكم.